اليوم نشوفوا وصفة الغولي بالبولي والسلق ومرقة الزيتون، يجي بنين وبريزونتابل ويوالم مع رمضان. سورتو اللي عندكم ضياف راح يحمر لكم وجهكم. ناخذ 3 ربطات سلق نفورو حتى يدبال ومن بعد نعصرو مليح ونقطعو. نزيد 4 حبات بيض، مغرفة صغيرة بصل مجفف، 4 مغرفة صغيرة فلفل كحل و4 مغرفة صغيرة ملح. نخلط كلش ومن بعد نحطو في سنيوة فرشت عليها بابي كويسون ونيطاليه، ومن بعد نحطو يطيب في الفوق على 180 درجة حتى ينشف البيض. نوجد البولي، حطيت هنا صدر دجاج، حبة بصل مرحية، نص مغرفة صغيرة فلفل كحل، 4 مغرفة صغيرة سكنجبير، نص مغرفة صغيرة كركم، نص مغرفة صغيرة ملح، باية حبة بيض، 5 مغارف كبار شابلوغ، ونرحي كلش. ومن بعد نحط البولي عاشي فوق البابي فيلم ونحلو على سمك 5 ملم، ونحط فوقه السلق بعد ما طاب، ونزيد نحط دي مورسو تاع الفرomاج، نبدا نرولي فيه ونعبس شويه باش يلصق البولي مع السلق وما يجونيش فراغات بعد ما يطيب. نقسم لو بودان على زوج ونحط كل واحد في البابي كويسون ونغلقو مليح، نحطو يفور في لاكوكوت مينوت، تقدروا تفوروه في الكسكاس. نوجد لاصوص، ناخذ لو بو تاع سمن المرجان، ناخذ نص مغرفه كبيره وندوبو، نزيد حبه بصل، نص مغرفه صغيره فلفل كحل، نص مغرفه صغيره ملح، ونخليه يتقلى. نحط لي بوله تاع البولي هاشي فيه نص درجاج، صفر حبه بيض، 2 مغارف كبار لا شابلوغ والتوابل. نمرق بالماء سخون ونزيد 4 حبات زروديه مقطعه وشويه زعتره، نخليه يطيب ومن بعد نزيد الزيتون كنت غليته من قبل وربع كاس ماء مخلط مع نص مغرفه كبيره فارينه، ونخليه يغلي 5 دقائق باش لاصوص تختار شويه. وهاوليك الشكل النهائي. لو بودان تاع الغولي حمرته في شويه زبده ومن بعد قطعته.